Audio Jungle. هنا على مشارف غابات وهران العتيقة ظهر من جديد آكل اللحوم. لقد اختفى هذا المخلوق الصغير المتوحش عن الأنظار تماما منذ عدة عقود، بعد أن عاش لقرون في الصاورة البرية على تخوم الصحراء الجزائرية، حتى أن علماء الطبيعة وضعوه في قائمة المخلوقات المنقرضة. لقد كان ظهوره مفاجأة للجميع، فما هي حقيقة آكل اللحوم العائد من رماد الانقراض؟ هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. بينما بعض الصبية يلعبون بالقرب من غابة سيدي بختي بولاية وهران في غرب الجزائر، إذ بأحدهم يهرع ويصرخ محذرا أقرانه بسرعة الهروب بعد أن شاهد كائنا متخفيا بين الحشائش والشجيرات، إنه مخلوق غريب ذو ذيل طويل ينبش في الأرض بطريقة عجيبة، محدقا ببصره رافعا أذنيه الصغيرتين. لقد هرب جميع الصبية وأخبروا ذويهم الذين أبلغوا الجهات المحلية المسؤولة عن الحياة البرية بهذا الأمر. وبالرصد والتحري على مدار عدة أيام كشفت حقيقة هذا المخلوق، إنه حيوان الرتم أو الزريقاء أو الرباح، وهو مخلوق نادر يعرفه الجزائريون باسم الزردي، واسمه العلمي كيمومون جينيت، من طائفة الثدييات ورتبة آكلات اللحوم. وفي تصريح لغير واحد من المسؤولين عن رصد ومراقبة الحياة البرية بمديرية الغابات في الجزائر، فإن وقتا طويلا قد مر ولم نشاهد هذا الحيوان، والآن حصل ذلك. لقد تعايش الزردي مع عموم الحيوانات الأخرى التي استوطنت الصاورة البرية على مدار قرون عديدة خلت، وساهم بشكل كبير في إحداث نوع من التوازن في الحياة البرية بهذه المنطقة الغنية على تخوم صحراء الجزائر العميقة، إلا أن أعدادها بدأت في التناقص الشديد نتيجة التغير البيئي والمناخي الذي شهدته منطقة موائلها، وكذلك الإقبال على صيدها للتجارة في فرائها الغالي الثمن وعظامها التي تطحن وتدخل في وصفات الطب الشعبي. والزردي حيوان خجول بطبيعته، ليلي النشاط، له وجه القطط، يكسوه وبر متوسط الكثافة أبيض اللون إلى رمادي خفيف، مع بقع طولية صغيرة وكثيرة على جسده سوداء اللون، وذيل طويل عليه حلقات رمادية سميكة تتراوح ما بين 8 إلى 11 حلقة. وعادة يصحو الزردي مع انسدال ستائر الليل باحثا عن فرائسه المفضلة من الثدييات الصغيرة والطيور والزواحف، حيث يترصدها ويحدد مكانها بدقة، ثم ينقض عليها مستغلا سرعته الكبيرة، وهو يستطيع تمزيق فريسته وتقطيعها في وقت قياسي بفضل أسنانه الحادة وقواطعه القوية التي تتراوح ما بين 35 و40. ومع بداية نسمات الفجر يحمل ما تبقى من صيده ويعود إلى جحره ليغط في نوم عميق طوال النهار، مع الإشارة إلى أن الموئل المفضل له التلال الصخرية ذات الشقوق التي تتسع لأفراد عائلته، وهو يتجنب تماما الموائل المفتوحة. إن الزردي حيوان فضولي بامتياز، وإذا واجه خطرا يهدده أو يهدد صغاره يفرز رائحة كريهة جدا كوسيلة أولى للدفاع عن نفسه، واللجوء إلى العض كوسيلة ثانية. لقد عاد آكل اللحوم إلى الظهور في البرية الجزائرية من جديد، وظهوره علامة خير على أن هذا الحيوان النادر لم ينقرض بعد، وأنه يمنحنا فرصة أمل جديدة للحفاظ عليه. فهو مهم جدا لإعادة التوازن الطبيعي في الصاورة البرية الغنية بمخلوقاتها النادرة. فهل يستثمر المسؤولون عن المحميات الطبيعية والمحافظين على الحياة البرية ظهور هذا المخلوق العائد من رماد الانقراض ويدفعه نحو زيادة أعداده في البرية بالتشديد على منع صيده وتوفير البيئة المناسبة لتكاثره وزيادة نسله؟
نأمل أن يتحقق ذلك. كل التقدير والاحترام لحضراتكم، وننتظر آراءكم وتعليقاتكم التي نعطيها كثير من الاهتمام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.